خلاص عنده 4 صفقات عايز يكمل القائمة الأفريقية في المرحلة الجاية وبرضه احتياجاته للفريق. يمكن مكليش قعد مع رئيس نادي الزمالك واتكلم في عدد من الصفقات هيتم الاختيار منها بالتحديد زي ما هقول لكم بالظبط، وكمان جدد طلبه. هبقى افكركم برضه احنا قلنا الكلام ده بعدم رغبته في استمرار الكابتن محمد صلاح المدرب العام للفريق في المرحلة المقبلة، وكان بدعوة انه قدم تقرير في بداية الموسم عن بعض اللاعبين انهم من الصعب اللي ياخدوا الفرصة، امثال حمودي وامثال الشناوي في حراسة المرمى وامثال كمان محمد ابراهيم، وبالتالي مكليش شاف ان الثلاثه دول من اعمده الفريق الاساسيه. كمان اوصف التقرير بضروره الدفع بكهرباء وشيكابالا وبعض اللاعبين اللي مكليش شاف ان التقرير كان يعني بعيد عن الحياديه. الزمالك بيفكر في عدد من اللعيبه في خط الدفاع، شايف ان محمود حمدي من الجيش هو صفقته المقبله، وعودة ياسر إبراهيم طبعا من الإعارة لسموحة. ومحمود حمدي في كلام من أكتر من نادي، على محمود حمدي، لكن الزمالك شايف إن محمود حمدي مساك الجيش ولاعب منتخب الشباب، يعني هو اللي هيبقى ضمن حساباتهم. كمان ناحية الشمال بيقارنوا بين أيمن أشرف ومحمود وحيد. أيمن أشرف لاعب سموحة ومحمود وحيد لاعب المقصة، لكن أيمن أشرف وفقا لمعلوماتي ان في نادي منافس بيتنافس على ايمن اشرف. في وسط الملعب خلاص صلاح ريكو هتكون صفقة الزمالك للموسم الجديد. تحت الفراودة الزمالك بيشوف محمد جابر ميدو ده لاعب المقصة، وكمان في الهجوم بيفاضل بين مروان محسن وحسام باولو. 3 أجانب اللي في الزمالك، لو مشي حد هيبقى مايوكا وهيجي مهاجم افريقي مكانه. طيب معروف يوسف هيمشي هيقعد لسه ما اتحسمش. لو مشي معروف يوسف هيبقى البديل بتاعه علي معلول لاعب الترجي. دي كل صفقات وكواليس الزمالك للموسم الجديد. نروح لخبرنا الثالث. الاهلي يطالب اندرلخت بحسم موقف تريزيجيه. خلاص عنده 4 صفقات عايز يكمل القائمة الافريقية في المرحلة الجاية وبرضه احتياجاته للفريق. يمكن مكليش قعد مع رئيس نادي الزمالك واتكلم في عدد من الصفقات هيتم الاختيار منها بالتحديد زي ما هقول لكم بالظبط، وكمان جدد طلبه. هبقى افكركم برضه احنا قلنا الكلام ده بعدم رغبته في استمرار الكابتن محمد صلاح المدرب العام للفريق في المرحلة المقبلة، وكان بدعوة انه قدم تقرير في بداية الموسم عن بعض اللاعبين انهم من الصعب اللي ياخدوا الفرصة، امثال حمودي وامثال الشناوي في حراسة المرمى ومثال كمان محمود حمدي من الجيش هو صفقته المقبلة، وعودة ياسر إبراهيم طبعا من الإعارة لسموحة. ومحمود حمدي في كلام من أكتر من نادي على محمود حمدي، لكن الزمالك شايف ان محمود حمدي مساك الجيش ولاعب منتخب الشباب، يعني هو اللي هيبقى ضمن حساباتهم. كمان ناحية الشمال بيقارنوا بين أيمن أشرف ومحمود وحيد. أيمن أشرف لاعب سموحة ومحمود وحيد لاعب المقصة، لكن أيمن أشرف وفقا لمعلوماتي إن في نادي منافس بيتنافس على أيمن أشرف. في وسط الملعب خلاص صلاح ريكو هتكون إبراهيم، وبالتالي مكليش شاف ان الثلاثه دول من اعمده الفريق الاساسيه. كمان اوصف التقرير بضروره الدفع بكهرباء وشيكابالا وبعض اللاعبين اللي مكليش شاف ان التقرير كان يعني بعيد عن الحياديه. الزمالك بيفكر في عدد من اللعيبه في خط الدفاع، شايف ان